لو انت بتسجل في اللوجيك برو والصوت دايما بيطلع واطي وعمالي تعلي في الفوليوم ومفيش اي حاجة عايزة تتغير، خليني اقول لك على حاجة مهمة جدا. المشكلة مش في الفوليوم، المشكلة في الجين. سواء انت بتستخدم كارت صوت خارجي او يو اس بي مايك. في الفيديو ده خليني افهمك الموضوع صح من غير اي لخبطة. في حاجة دايما الناس بتتلخبط فيها حتى المبتدئين بالذات، الفرق ما بين الفوليوم زي ده والجين والريجن جين، وبيفتكروهم نفس الحاجة، وده سبب أغلب المشاكل كلها اللي بتيجي في التسجيل. طيب خليني أشرح لك إيه هما واحدة واحدة. الفوليوم ده مستوى الصوت بعد ما الحاجة اتسجلت. أما بالنسبة للجين فهو مستوى الصوت اللي داخل لللوجيك برو، يعني الصوت بيخرج من المايك على كارت الصوت على البرنامج. الإشارة اللي خارجة من كارت الصوت للبرنامج ده الجين اللي مسؤول في التحريك عنه. لو الصوت ضعيف اللي داخل اللوجيك برو، مفيش أي بلجن في العالم هيقدر ينظفه أو يعليه من غير ما يبوظ فيه حاجات. طيب في الحالة الأولى اللي عندنا، لو أنت بتسجل بكارت صوت، كارت الصوت نفسه هتلاقي فيه زرار للجين. طب نتأكد إزاي إن الجين بتاعنا سليم؟ أهم حاجة زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هنفتح المونيتور ونبص على الميتر ليفل. أهم حاجة يكون between negative 18 دي بي لحد negative 10 دي بي. أخضر تمام، ممكن يلمس أصفر شوية بس ما تدخلش على أحمر خالص. وعشان نظبط الجين صح، تفتح المونيتور وتبتدي تتكلم أو تغني أو تخلي المؤدي بتاعك يغني، وتفضل تظبط في الجين لغاية لما توصل للدي بي المظبوط. نصيحة، خليك لغاية نيجاتيف 12 دي بي علشان تسيب هيد روم تقدر تعمل عليها بروسيسنج بعدين. كده انت سجلت نضيف وهيشيل معاك اي ميكس بعد كده. طيب في الحالة التانية، لو انت ما عندكش كارت صوت وبتسجل بيو اس بي مايك دايركت على اللوجيك برو، اللوجيك برو مفهوش ترو انبوت جين، يعني مفهوش جين حقيقي اقدر اعلي منه من البرنامج نفسه. اللوجيك برو بياخد الصوت زي ما هو، مفيش أي زراير جوه البرنامج تقدر تزود من مستوى التسجيل اللي داخل على البرنامج نفسه. طب ممكن حد يقول لي طب والجين بلجن؟ احنا في بلجن اسمه عندنا جين. الجين بلجن ده بيرفع مستوى الصوت بعد التسجيل، واخره بيرفع 24 دي بي، بس الصوت هيبقى ديستورشن ان السيجنال اللي داخله للوجيك برو من الاساس واطيه، والبلجن ده هيعمل عليها نويز وهيسبب لك مشاكل لما تيجي تعمل ميكس. طيب في اخطاء لازم ناخد بالنا منها قبل ما نبتدي نسجل، ان الفوليوم ده بيعلي الصوت بعد التسجيل مش قبل التسجيل، وما ينفعش تستخدمه كحل. تاني حاجة، ما ينفعش نستخدم النورمالايز كحل، وما ينفعش ان احنا نفضل نحط كومبريسورز عشان نعلي حاجة متسجلة صوتها ضعيف، ومفيش حاجة برضو اي بلجنز هيقدر يصلح لو في التسجيل ضعيف. انت كده بتبوظ الصوت على مدى طويل. يبقى التسجيل الصح يعني جين مظبوط، ميتر اخضر مش بيضرب في الاحمر، ومفيش اي بلجن. لو انت عملت الخطوات دي التسجيل بتاعك هيبقى صح، والميكس بعد كده هيبقى سهل قوي. والفيديو الجاي احنا هنتكلم على ايه افضل مستوى نسجل بيه، وازاي نسيب هيد روم من غير ما الصوت يطلع ضعيف. ثالث حاجة، الريجن فوليوم او الريجن جين. خلينا ناخد مثال
نجيب لوبة من اللوبات الجاهزة في الأوديو، مثال حاجة زي كده. طيب زي ما انت شايف الويف فورم في الريجن ده واطي. طب انا لو حبيت اعليه شوية مش هعليه بالفوليوم. لو فتحنا الانسبكتور وبصينا هنلاقي حاجة اسمها جين. انا لو ابتديت اعلي بالجين زي ما انت شايف الويف فورم بتاعتي بتاعتي. طب انا ممكن اقدر اعمل ايه تاني بالجين من الانسبكتور؟ انا ممكن اعلي حتت واوطي حتت في نفس الحته. استخدم السيزر، لا ادوس كوماند وافتح واقص الحتت اللي انا عايزها من الريجن. بقى عندي كده اكتر من ريجن. انا ممكن اقف على ريجن واوطي واعلي زي ما انا عايز. بالطريقه دي انا كده اتحكمت في الريجن جين. يبقى اخر حاجه الفوليوم ده اللي بيعلي الصوت بعد التسجيل. الجين ده الصوت او الاشاره اللي داخله للبرنامج نفسه. الريجن جين بقدر اتحكم في الجين بتاع الريجن نفسها. اشكركم، ولو الفيديو ده فادك اعمل سبسكرايب وشغل الجرس علشان نكمل سلسلة خطوة بخطوة. اشكركم. سلام.